مساء الفل. هنعمل مع بعض حلوى جزائري اسمها وردات الكريوش. هنقول مع بعض المقادير واحدة واحدة. 4 كوب دقيق إلا معلقتين كبار، نص معلقة صغيرة ملح، كوب إلا ربع مية زهر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوب نشا، نص كوب زبدة طرية، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة خل، بيضاية واحدة بس. دي صفار البيضة. بعد شوية هنحتاجه. هنحط أول حاجة نص معلقة الملح الصغيرة، بعدها البيكنج باودر، بعدها الفانيليا، وبعدها الزبدة، بصي طرية ازاي، يعني بحرارة الغرفة. نغلف الدقيق بالزبدة كويس اوي. بصوا ازاي، واحدة واحدة كده. مش عايزة حتة تبقى فيها دقيق ما فيهاش زبدة. تمام. بعد هننزل بصفار البيضة، معلقة الخل، ونعجن بمية زهر، مش مية عادية، مية زهر. هي بتتباع في اي سوبر ماركت، اي عطار. اللي هي بتبقى في منها مية الورد ومية الزهر. انا عايزة مية الزهر، بتبقى اقوى وواضحة اكتر في العجينة. نعجن كويس قوي. في دي بيحتاج اقل، وفي دي بيحتاج اكتر من المية. كل دي على حسب نوع. يعني ما تقلقوش لو مقدار المية احتاج او اكتر او اقل، مفيش مشكلة. ننزل شوية كمان ونعجن تاني لحد ما احس ان العجينة اتظبطت في ايدي. مش بتلزق ومش قاسية، بتكون طرية. بصوا ازاي، ده الملمس بتاعها، طرية ازاي. هنقسمها لجزئين، هجمعها كويس، وبعدها اسيبها ترتاح في التلاجة 3 4 ساعات. عايزة تعمليها مثلا تاني يوم، مفيش مشكلة. بعدها بلفها في كيس كويس قوي عشان ما تنشفش مني، واحطها في التلاجة ترتاح بقى. دي بعدها ب4 ساعات تقريبا. اشتغلت على طول يعني، ما استنيتش لتاني يوم. بص لسه طرية برضو، رغم ان هي طالعة من التلاجة، بس طرية. هنرش نشا، شغلي كله بالنشا مش بالدقيق خالص. من على العجينة من فوق نشا برضو.
مش عايزاها تلزق خالص مني. ونفردها. بصوا بتتفرد ازاي بايد واحدة. من الاتجاهات كلها نحاول نفردها. بعد ما نفردها كويس نحاول نطبقها من كل الاتجاهات. تمام. الخطوة دي مهمة جدا، لو ما اتعملتش مش هتنفش. لازم بعد ما نفردها نطبقها تاني ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. بعدها هنجيبها نفردها تاني ونحاول نشيل الزيادات اللي من الحرف كلها. بعدها هنقسمها مستطيلات كده متساوية، متكبرهاش قوي يعني. نكمل تقسيم في العجينة كاملة. وبعدها بقطعها مشرشرة ونحاول نقسمها بالظبط لحد ما تتعمل كل وردة، كل قطعة عجينة مربعة صغيرة. تمام. عايزة تلات قطع عجينة لكل وردة. وبالسكينة كده وبقطع كل اتجاه، بعمل فتحة كل اتجاه، بعمل فتحة صغيرة. ما باجيش ناحية النص خالص، من على الحروف بس. 3 زي بعض. واجيب بياض البيضة اللي احنا خدنا الصفارة بتاعتها، لا نجيب البياض بقى ونحاول نحطها في نص العجينة مش على الحروف. يعني دي يعتبر مادة لزق. ونضغط في النص كده، نعمل واحدة كمان من زاوية احسن. ادي عجينة وكمان واحدة. ونحط واحدة كمان يبقوا 3. تمام. عايزة تقطعيهم ال3 في وقت واحد ماشي، عايزة تقطعي كل واحدة لوحدها ماشي، مفيش مشكلة. هي كده بتنجز اكتر واسرع. تمام. نشيلهم من بعض ونحاول نحط البياض البيض في الوسط. بفرشة كده صغيرة ونحاول نحط في نص العجينة مش على الحرف خالص، في نص العجينة. نحط وردة عكس وردة ونضغط في النص. بعد كل 3 وردات نضغط في النص آخر حاجة. نحط آخر واحدة. ضغطة بسيطة كده من النص وكده بيبقى شكلها. بعد كده نجيب زيت وعلى نار وسط ونحط الوردية الأولى. أنا ماسكاها بسيخ الكفتة بتاع الشوي. ضغطت كده من النص عشان تبقى ماسكة في بعض. عندك المقورة ممكن تمسكي بيها عادي.
المتاح. وبعد كده نجيب معلقة ونرش على الوردة من فوق بالزيت عشان تحاول تنفش. بص نفشت ازاي. تبقى خفيفة قوي وجميلة، وكل الأطفال والكبار بيحبوها. نضغط من النص، أهم حاجة ما تفكش. هنحاول نشيل اللي هي الأول واحدة ديت حطيناها، مش عايزينها تغمق خالص من تحت، يبقى لونها ذهبي، ومن فوق خلاص بيبقى الذهبي الفاتح. نحاول نقرر دول ورش عليهم بالزيت كده عشان نخلي العجينة تبقى يعني طايلها الزيت من كل الاتجاهات وتنفش. بصي بتنفش ازاي. النفشة دي بتيجي لما انا فردت العجينة وطبقتها تاني وريحتها، عشان كده نفشت. شربات او عسل نحل وفواكه مجففة وده كريز، ممكن سوداني، جوز الهند، اي حاجة انت تحبي.